اهلا بيكم. معاكم دكتوره هبه عبد العزيز، استشاري ومدرس الصحه النفسيه بجامعه اسكندريه. في بنوته جات لي من فتره طويله، كانت ايامها في المدرسه وكان تشخيصها اكتئاب ورهاب اجتماعي، وكانت بتتعرض لتنمر في المدرسه. ما شفتهاش غير مرتين مثلا وبعدين قطعت، وجت بعد 3 سنين رجعت وبنفس الاعراض لكن اقوى، ومعاهم نوبات هلع وفوبيا من الاماكن العامه والزحمه. كانت البنت دخلت الجامعة وكليتها لازم لها حضور ومشاريع جماعية وتقديم بريزنتيشنز. في وسط كلامها حكيت لي ان هي متابعة انفلونسر اجنبية شابة وجميلة وناجحة ومتجوزة ومخلفة وحياتها كاملة بيرفكت بلا شوائب، وان دلوقتي ده السبب انها فاقدة الامل في حياتها. طب مش اتضايقت توقف متابعتها؟ لا، دي مش بتفوت لها بوست ولا فيديو، كأنها بتستمتع بعقاب نفسها انها مش زيها وان دي مش حياتها. الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي لا غنى عنه، ولهم فوائد كبيرة، ومنها التوعية عن الصحة عموما والصحة النفسية كمان، واوقات ناس تشارك بقصص كفاحها مع المرض وانتصارها عليه او حتى استمرارها في محاربته، واللي فيه مساندة للي بيعانوا من نفس الحال. وده طبعا فيه كسر للوصمة ضد الامراض والمشاكل النفسية، لكنه سلاح ذو حدين لو دخل لمنطقة تشخيص الذات. لو واحد مثلا بدأ يشخص نفسه او غيره بمرض وبدأ يتعامل على هذا الاساس او يتوهم بالاعراض، مخاطر استخدام الانترنت بدون تحكم او رقابة خطيرة مش بتقف لحد كده. ده كمان الابحاث اتقدمت بنتائج مثبتة اظهرت ان في تأثير سلبي كبير، زي مثلا المستوى الدراسي اللي بيقل، وكذلك التركيز في الشغل، الحالة النفسية عموما بتسوء، الإحساس بالوحدة بيزيد، رغم إن الإنسان ممكن يلجأ لصفحات التواصل أصلا علشان يتسلى، إلا إنه بيؤدي النتيجة عكسية في النهاية. بيأثر على النوم، يعني يخليك تنام متأخر ونوم متقطع، بيزود العنف والقلق والاكتئاب والسلوكيات الغير مقبولة. زيادة مش قليلة في حالات الانتحار نتيجة للألعاب السادية والتقليد والكوبي كات والحالات النفسية اللي بتسوء. الثقة بالنفس ممكن جدا تتأثر، وده بالذات مع المقارنات، مين نجح ومين اترقى ومين سافر، واطلع انا الوحيد اللي مش ناجح ولا مترقي ولا في رحلة ولوحدي. ده منطقي، كل واحد حياته فيها الحلو والوحش، بس الناس بتنشر اللي يبين حياتهم مثالية، اكيد مش هينشروا اللي يكسف او يقلل منهم. المقارنات كمان بتخلي كتير من الناس تسلط الضوء على اللي مش فيهم ومش عندهم، وتنسى اللي ممكن يكونوا مميزين بيه. زي ما اتكلمنا كده وقلنا ان كل موضوع له فوائده وعيوبه، علشان كده عايزين نستفيد اكتر. ممكن ناخد بالنا من كام نقطة تساعدنا، زي ان في فرق كبير بين الخبير او الطبيب اللي بيتكلم في موضوع مش بيسوق المنتج ضد منتج، او مش بينشر كلام يفرقع ويعمل ضجة وخلاص. لو سمعت عن اعراض تشبه اللي انا حاسس بيها، اوقف سيرش عليه واستشير مختص قبل ما ادخل في دوامة. ما اقعش في خطأ المقارنة مع اي حد بيلمع على وسائل التواصل الاجتماعي. اشارك افكاري ومشاعري مع اشخاص حقيقيين بثق فيهم من عيلتي واصدقائي. مفيش مانع اني اخد راحة من وسائل التواصل الاجتماعي واستمتع بالحياة الواقعية شوية. ممكن ابدأ اوقف النت وانا قاعد مع اصدقائي او اثناء الوجبات او المذاكرة والشغل، او على الاقل اوقف النوتيفيكيشنز الاشعارات في الاوقات دي، عشان مش كل شوية ابص في تليفوني واتشتت. اراقب استخدامي او استخدام الاطفال اللي معايا للموبايل عن طريق تحميل سكرين تايم وقت الشاشة، وابدأ اقلله بالتدريج، مثلا اقلل 20 او 30 دقيقة يوميا لحد ما اوصل لهدفي. ويفضل انه يكون وقت الانترنت من 30 ل 60 دقيقة في اليوم، الا في الضروريات طبعا. تقدر تغير حاجة.